وفي اليوم اللي بعده بتصحى فيليسي على صوت جرس، وأوديت بتاخدها وبتطلب منها تلمس الجرس اللي متعلق ده. ولما فيليسي بتعمل كده وتقدر تلمسه، بتقول لها أوديت إنها لازم يكون عندها توازن وخفة، علشان كده لازم تتعلم تلمس الجرس من غير ما تعمل صوت في المية اللي تحته. فبتفضل فيليسي تحاول كتير تعمل كده، لكنها ما بتنجحش لحد ما بتشوف ريشة وهي بتقع في المية وما بتعملش أي صوت، وساعتها بتفهم إنها لازم تقلد الريشة دي، وبتفضل تتمرن لحد ما بتروح الحصة اللي بعدها، وبتنجح في تخطي مرحلة الاختيار التانية. وبعد ما بتخلص الحصة، بيطلب رودي يقابلها فوق قمة المبنى، وبيتأسف لها علشان تجاهلها أول مرة شافها فيها. وبعدها بتروح فيليسي تقابل صديقها فيكتور، وبتحكي له عن اللي حصل مع رودي، وبياخدها فيكتور للمكان اللي بيشتغل فيه وبيفرجها عليه. وبمرور الأيام بيبدأ المدرب يلاحظ التقدم اللي هي وصلت ليه، وفي يوم بتقعد معاها أوديت وبتسألها عن سبب إنها بتحب الرقص، فبتقول لها إن ده حلمها من زمان جدا. وبعدها بتندمج وبتحاول